السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. انا منى ودي قناه منمن احمد. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا على القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالنسبه لحبايب قلبي اللي بيسمعوني على الفيس، هتلاقي لينك القناه تحت الفيديو. بصوا يا بنات، انا جايلكم النهارده بموضوع ان شاء الله هيعجبكم. هو التعرق الزايد، بالذات احنا كمان داخلين على فصل الصيف، وعارفه ان في ناس بتتضايق جدا من الموضوع ده، وبتعاني من ان هي بتعرق كتير وبتعرق. في ناس كمان بتعرق كتير عن الحد الطبيعي، ودي حاجه بتضايقهم جدا وبتسبب لهم حرق طبعا. فاول حاجه عايزه اقول لكم الاسباب اللي بتؤدي للعرق الزايد ده. اول سبب عندي هو اختلاف وظائف الغدد، زي ارتفاع نشاط الغدة الدرقية، وطبعا الإجهاد الزايد والإرهاق المستمر. ولو انت بتعاني من مشاكل عصبية وضغوط نفسية، ده بيؤدي لارتفاع نسبة الأدرينالين في الدم، فطبعا بيخليكي تعرقي كتير وان انت طبعا تتحركي كتير. وفي عوامل وراثية برضو بتكون سبب في ان انت تعرقي كتير. وطبعا الناس اللي بتعاني من السمنة، برضو دي حاجة بتسبب طبعا ان انت بتعرقي كتير، لان في دهون وفي حاجات كده. وعايزه اقول لكم طبعا من الاسباب الرئيسيه واللي كلنا عارفينها ارتفاع درجه الحراره. طبعا لما بيكون الجو حر ده بيساعد جدا جدا ان انت تعرقي كتير. هي طبعا احنا عارفين ان العرق ليه فوائد كتير في الجسم، بس المشكله في العرق اللي بيكون زياده عن حده. فانا هقولك كده شويه نصايح وشويه حاجات ممكن تعمليها، يعني هتخليكي ان انت شويه تتخلصي من الموضوع ده. اول حاجه طبعا النظافه اليوميه، يعني لازم ان انت تغسلي الجسم باستمرار يوميا. كمان ازاله الشعر تحت الابطين والمناطق اللي بتعرق عامه، زي المناطق الحساسه وكده، لازم تزيلي الشعر منها اول باول. وعايزه اقول لكم على حاجه حلوه جدا انا سمعتها بصراحه وعجبتني، وقلتها لاكتر من حد يعني، وفعلا جابت معاه نتيجه، وهي خل التفاح. خل التفاح حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم هي اصلا حلوه جدا للبشره الدهنيه بالمناسبه. انا اتكلمت فيها قبل كده ان هي فعلا جميله جدا للبشره الدهنيه، وحلوه جدا بالنسبه لموضوع العرق ده. انتي هتستخدميه ازاي؟ خل التفاح هتجيبيه وهتقومي جايبه قطنه وهتحطي القطنه في خل التفاح وهتمسحي بيها تحت الابطين. متهيألي دي اكتر مناطق الناس بتضايقها وبتعاني منها. فانتي هتمسحي بيها وهتسيبيها لحد تاني يوم، مش هتغسليها. استخدميها بشكل يومي، هتبقى حلوة جدا معاكي وهتحسي بفرق. وتاني حاجة برضو اكياس الشاي، هتغليها وتستخدميها عادي، وبعد ما تستخدميها هتقومي جايباها وفارقة بيها الاماكن الحساسة عندك، ودي برضو استخدميها بشكل يومي، هتبقى حلوة جدا جدا بالنسبة لك، وفعلا هتحسي بالفرق وهتقللك شوية من العرق ومن من افرازات العرق والكلام ده. وفي كمان يا بنات في منتجات بتخفف العرق في الصيدليات. اهم حاجه ان انتوا تستخدموا حاجه تكون امنه عليكم وتكون مناسبه لنوع بشرتكم، لان في حاجات كتير ما بتبقاش حلوه في الصيدليات، بتبقى واخده اسم بس. فاهم حاجه ان الحاجه دي انت تكوني مجرباها وتكوني متاكده 100% ان هي امنه عليكي، عشان ما تسببلكيش لا قدر الله اي حاجه. بس يا بنات دي بعض كده حاجات ونصايح انت ممكن تستخدميها علشان خاطر تبعدي شوية عن العرق الكتير وكده. وعايزه اقول لكم على حاجه، لو انتي او لو انت بتعاني من العرق الزايد وعملتي كل النصايح دي ومش حاسه باي نتيجه، انا بنصحك ان انتي تروحي للدكتور علشان هيقولك على الاسباب وهيديك العلاج اللازم ليكي. ممكن يكون في زي ما قلتلك على الاسباب، ممكن تكوني بتعاني من اي سبب من الاسباب دي، اختلاف في وظائف الغدد، ممكن تكون اي حاجه، هيديكي علاج وهيظبط لك الدنيا، هيظبط موضوع العرق ده معاكي. بس يا بنات، يا رب اكون فدتكم على قد ما اقدر وان انتوا تكونوا استفدتوا. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، وما تنسوش تقولوا لي تعليقاتكم تحت في الفيديو. ولو عندكم افكار لاي فيديوهات تانية او عايزيني اجيب لكم معلومات لاي حاجة تانية، قولوا لي تحت في التعليقات. هتلاقوا الموضوع ده ان شاء الله على الفيسبوك وعلى الانستجرام، وهتلاقوا اللينكات بتاعتهم تحت في صندوق الوصف. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة يا حبايب قلبي.